جماعنا اليوم أطلعكم تذكار مشان الشهيدة زيدان. أنا رح ناخذ حقيقة صمت تذكار راحة الشهيدة. أنا مواليد 1972 في مدينة مالاتيا. اسمي زينب كناجي بالأصل. أنا من قرية آلماي التابعة لمدينة مالاتيا. نحن معروفين في المنطقة باسم عشيرة ماموري. لقد تخرجت من جامعة نولوريو في مالاتيا قسم المستشارية النفسية. قبل انضمامي إلى صفوف جريلا كنت أعمل في قسم التصوير والأشعة ضمن المشفى الوطني في مالاتيا. أنا متزوجة وزوجي من قرية خلية تابعة لمنطقة غيل في ولاية أغمد، وهو أيضا متخرج من نفس الجامعة ومن نفس القسم الذي تخرجت منه. وقعت أسيرة بيد العدو عندما كنت أقوم بعمل فعاليات الجبهة عام 1995 في مدينة أضنا. الوضع المعيشي للعائلة متوسط الحال، البيئة الاجتماعية للعائلة متأثرة بالتقاليد الإقطاعية، ومن جهة أخرى متأثرة بالتقاليد والمفاهيم البرجوازية الصغيرة الكمالية. لقد ترعرعت في أجواء حرة إلى حد ما. أقرباؤنا ومحيطنا الاجتماعي وأهالي قريتنا ليسوا وطنيين، ولكن هناك ميل وطني لدى شبابنا. أخوتي وأخواتي يؤيدون النضال. عائلة زوجي أغنياء من الناحية الاقتصادية، وهي عائلة ذات بنية إقطاعية ولكنها ليست وطنية. لقد تطور اهتمامي بالفكر اليساري والقضية الكردية عندما كنت أدرس في الثانوية. لقد تعمقت في أمور الحياة خلال هذه السنوات، ولكنني لم أتبنى أي نهج سياسي خلال مرحلة الجامعة توضح اتجاهي من بين الأفكار اليسارية. ضمن الجامعة لم يكن منظما، لم تكن هناك طليعة إلى جانب ذلك. كان هناك بعض المشاكل الاقتصادية التي عانت منها العائلة. كل هذه الأسباب أعاقت وصولي إلى نقطة الحسم. ضمن أسواق المرحلة تطور الوضوح الفكري في شخصيتي، ونتيجة ذلك قررت الانضمام إلى صفوف المقاتلين قوات جريلا في عام 1994. بدأت أشارك في فعاليات الجبهة في مدينة أضنا. بقيت ضمن هذه الفعاليات لمدة سنة. لم أتألق تدريبا جديا خلال هذه الفترة بسبب الاعتقالات على المستوى الإدارة، وبسبب عدم وجود المساندة، حيث لدى ذلك إلى أضعاف الشخصية، بالإضافة إلى عدم قيامي بأي تغيير في اتجاه تطوير شخصيتي. كل هذه الأسباب، وعلى الرغم من أنني لم أكن أملك الرغبة الكبيرة في العمل، فإنني لم أسجل تطورا ملحوظا ولم أسجل نصرا في هذه الفترة. في سنة عام 1995 التحقت بصفوف الجريلا في ديرسم. خلال هذه المدة التي بقيت فيها ضمن صفوف الجريلا تمكنت من التعرف على شخصيتي من كل الجوانب، واكتسبت تطورا في شخصيتي قياسا بالمراحل السابقة. أستطيع القول بأنني استمدت القوة في مسألة المعنويات والقرار والإرادة والحسم في كثير من القضايا آنذاك. أن نضالنا الذي تحول إلى الأمل الوحيد على طريق الاشتراكية كهدف سامي مع مرور الزمن لكل الإنسانية والشعوب الحركة والخلق هذا التطور السلبي رأسا على عقب لصالح هذا الشعب في مواجهة حقيقة الشعب ووطن مالية. هذا الشعب الذي انبعث من جديد يقود الحرب من أجل حريته ثم الارتقاء به من قبل هذه الحركة على المستويات، هو الذي ينظم كل جوانب حياته حسب حياة ذلك الشعب، وبشكل ينسجم مع فكر المجتمع الجديد.